السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. حصريا حمد الله ينتقل إلى الهلال السعودي. أعلن نادي الهلال السعودي عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي انضمام اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة من صفوف مواطنيه الشباب. وذكرت الصفحة الرسمية للهلال أن حمد الله سينضم إلى معسكر الفريق في مدينة أورلاندو اليوم الأربعاء. كما ذكر نادي الشباب عبر حساباته الرسمية موافقته على إعارة اللاعب الدولي المغربي إلى الهلال، متمنيا له التوفيق في هذه التجربة. وكشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال تلقى موافقة نادي الشباب لإعارة المهاجم عبد الرزاق حمد الله، حيث إنه يقضي إجازته في الولايات المتحدة وسيتجه إلى معسكر الهلال المباراة ضد فريق البرازيل. وحصل الهلال على التواقيع اللازمة من الشباب واللاعب، وسيقوم بإدراج اللاعب اليوم في قائمة بطولة كأس العالم للأندية. ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات الهلال اليوم، حيث يتواجد حمد الله في إحدى المدن القريبة من معسكر الزعيم. ويبحث الهلال عن أقرب حل ممكن لحل مشاكله الهجومية، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة ليونالدو بجانب استبعاد متروفيتش من المباراة بسبب الإصابة. وكان الهلال قد انتصر على مانشستر سيتي في الدور 16 من بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 في مباراة ماراثون استمرت 120 دقيقة، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة والفرص الضائعة من جانب الفريقين. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.